السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على أحلى متابعين في الدنيا. لو أول مرة تشوفني يا ريت تشترك وتفعل الجرس ليصلكم كل ما جديد، ولو من المتابعين الجمال يا ريت لايك وشير يا حبايبي. يلا بينا نبتدي النهاردة الفيلم بتاعنا. بيبدأ فيلمنا بعرض غنائي في بار جنب البحر، وبطل العرض اسمه سام، بيكون ابن صاحب البار اللي بيمتلكه من سنين طويلة، وبتكون فكرة البار بترجع لأم سام، بس ما بقاش يدخل فلوس زي الأول. وبعدها بنروح لراجل اسمه ريتشارد، كان بيستمتع بوقته في البار، ولما بيخرج علشان يروح بيسمع صوت واحدة بتغني، صوتها جميل جدا جدا، والصوت بيسحره وبينزل البحر وبيغرق. بعد كده بنرجع لسام وهو بيتكلم مع والده، بيكون والده عايز يبيع البار وسام بيرفض لأن البار فيه ذكريات كتيرة جدا مع أمه. وبيخرج بعدها سام من البار وبيسمع نفس الصوت الغنائي اللي سمعه ريتشارد قبل كده، ولكن رد فعله بيكون مختلف عن ريتشارد. بيكمل في طريقه وبيرجع البيت، وبيشوف جارته بيكون اسمها روزيت، وكانت صديقة مقربة جدا لأم سام، وفي نفس الوقت عايزة سام يعيش حياته سعيد لأنه حاليا عايش لوحده 40 سنة، وعايش على ذكريات مع أمه، وبتكون في كتاب اسمه الحالمون. ولما سام بيرجع البار بيعرف إن والده باع نصف البار وبقى شريك فيه، وده بيخلي سام بيتضايق جدا من والده وبيسيبه وبيمشي وبيكلمه بطريقة مش كويسة. ولما بيخرج بيشوف حورية بره مرمية على الشط. الأول بيفكرها إنها بنت لابسة لبس تنكري، لكن بعد كده بتأكد إنها حورية فعلا، وبعد كده بياخدها ويروح بيها على المستشفى. هو في طريقه للمستشفى كل ما يوقف تاكسي مش بيوقف بسبب الحورية، وفي الآخر لقى توك توك فبياخد الحورية بيركبها داخل التوك توك وبياخدها ويروح على المستشفى. وهناك بيشوف 2 دكاترة واقفين برا المستشفى، وبيكون الدكتور مارتن ومراته الدكتورة مارلي، ومن كلامهم بيعرف ان هي حامل، وبيجي لها تليفون وبتدخل ان في حالة طارئة، وبتدخل المستشفى وبتسيبه جوه. وسام بيسيب الحورية عند المستشفى وبره، وبيدخل يدور على حد يجي ياخدها، والحورية بيقع منها دم واجزاء من ديلها على الارض. والدكتور فيكتور بيشوف الحورية وبيروح يكشف عليها، والحورية بتفوق وبتغني بصوتها الجميل اللي كانت بتغني بيه في البحر. والدكتور فيكتور بيكون منجذب ليها بطريقة مش طبيعية، وبيبدأ يحس انه تعبان. وسام بيكون وصل عند الاستقبال وبيدور على بطاقة التأمين بتاعته، لكن بينسى كتاب بتاع أمه عند الاستقبال، والمستشفى بترفض الحرية لنسى بطاقة التأمين. وسام بياخد الحرية وبيمشي بيها من المكان، وهناك الدكتور فيكتور بيبدأ حالته تتدهور، وفي نفس الوقت قاعد بيردد النغمة اللي سمعها من الحرية، وما كانش داري باللي بيحصل حواليه، ونبضات قلبه سريعة جدا جدا بطريقة مش طبيعية لحد ما في الآخر بيموت. وبنروح بعدها لسام اللي بياخد الحرية لبيته، وفي الوقت ده بتكون شايفاه روزي وبيدخلها الحمام، بيحطها في البانيو، وفي الوقت ده الحرية بتبدأ تفوق وتغني الأغاني بتاعتها، لكنها لاحظت إن الألحان ما بتأثرش على سام وملهاش أي تأثير خالص. ومش بس كده، ده بدأ يغني معاها، ولما حس إنها جعانة راح يجيب لها أكل ويأكلها. وبتقوله الحرية إن اسمها ليندا، وبتقوله إنها ممكن تموت في أي وقت، وممكن لو ما رجعتش البحر خلال يومين. فبيقول لها انه هيرجعها تاني، انه لقاها على الشاطئ بسبب الامواج العالية، وان الديل بتاعها اتعور بسببها، وبيطمنها انه هياخدها تاني للبحر بس بعد ما يعالجها. وليندا بتسأله هو انت قلبك ما فيهوش حب خالص؟ وده طبعا لان ما فيش حد سمع الالحان بتاعتها وما تأثرش بيها، وسام فعلا اول حد ما يتأثرش بالاغاني بتاعتها، وان اي حد بيسمع الاغاني بتاعتها قلبه بيدق بسرعة جدا وبينفجر. فبيرد عليها سام وبيقول لها انه كان بيحب بنت زمان وسابته، ومن وقتها بيكره حاجة اسمها حب. وبعدها بنشوف الدكتورة مارلي وهي بتتكلم مع الدكتور في حالة جوزها، وان معدل النيتروجين ارتفع جدا بطريقة مهولة في جسمه، وانهم لقوا نسبة كبيرة من الغازات شبه الغازات اللي في البحر وموجودة في جسمه. وبعد ما عملت التحريات في الاستقبال لقت كتاب بتاع سام. وبعد كده الدكتورة مارلي وهي خارجة من المستشفى علشان تروح بتلاقي جزء على الأرض من الديل بتاع الحورية، وبتلاقي دمها اللي بيكون لونه أزرق على الأرض. وبنروح لسام وهو بيقول للحورية إنها تعيش معاه في البيت، بس أهم حاجة ما تعملش صوت علشان ما حدش يعرف. وبيقول لها إنه رايح يشوف الكتاب بتاعه في المستشفى لأنه نساه.
وهو خارج بتشوفه روزي وهو بيحط المفتاح تحت الدواسة. أول ما بينزل بتاخد المفتاح وتدخل عند الحورية. بتكون خايفة منها في البداية، لكن روزي بتتعامل معاها بشكل طبيعي وبدأت تحكي لها عن قصة سام الحزينة وإزاي أمه ماتت لها، إزاي سام اتخان واتغدر بيه في حب. ولما ليندا بتسمع الكلام ده بتحس بإعجاب لسام، لأن هي كمان فقدت أمها لما كانت طفلة. وبتمشي روزي لكنها سابت الولاعة والسجاير ليندا. بنروح لسام واللي فشل يلاقي الكتاب بتاعه وبيروح لباباه وهو حزين في نفس الوقت اللي ليندا بتكون بدأت تولع السيجارة. وأول ما بتشربها بتلاقي طعمها مش حلو فبترميها بتولع في المكان كله. وأول ما الخبر بيوصل لسام بيروح جري على البيت. وليندا بتكون خايفة من الدخان وبتقعد تغني بالألحان بتاعتها. وأول ما واحد من رجال المطافي بيسمعها وبدأ ينجذب لصوتها كالعادة بيموت. وأول ما بيوصل سام بيلاقي ليندا تحت السرير وبيقرر يوديها شقة روزي. وبنشوف بعدها الدكتورة مارلي وهي واخدة الدم الأزرق اللي قدام المستشفى بتاع الحورية وراحت علشان تحلله، وعرفت انه دم مش بشري. وسام بيكتشف انه قلقان على ليندا وخايف عليها، وبيكتشف انه وقع في حبها وبيكون قلقان انه ممكن يموت في اي وقت. وبيكذب نفسه لانه لو كان حبها فعلا كان عارف، لانه قلبه في الوقت ده هيدق بسرعة جدا. ويحصل المفاجأة اللي كان كله خايف منها، وسام بيحس بالألم في قلبه ونبضات قلبه بتكون سريعة جدا. وبتفهم ليندا انه بدأ يحبها وانها لازم تمشي من المكان بأسرع وقت. وبعدها بنشوف سام اللي بيستمتع بوقته مع ليندا وبيقول لها انه عايز يألف لها أغنية، وبيعرفها ازاي البشر بيستمتعوا بوقتهم وبيجهزها وبيروحوا على البار. وفي الناحية التانية بنشوف الدكتورة مارلي بمساعدة الكتاب بتاع سام راحت هي كمان على البار. وسام في البار بيكون مش عارف يقول للناس ايه على الديل بتاع ليندا، فقال لهم انها فقدت رجلها في حادثة وعشان هي بتحب الحريات البحر لبست زيهم. وابو سام بيكون مبسوط جدا لانه شايف ان اخيرا سام لقى واحدة تعيش معاه. وليندا وسام وهما بيقضوا وقت لطيف مع بعض. ليندا بتعترف له انها اخر حورية من نوعها وان امها اتقتلت على ايد مجموعة من البحارة. وحريات البحر بيستمدوا قوتهم لما بيكبروا عن طريق انهم يغنوا الحانهم، وانها ممكن تتعلم اي لغة بكل سهولة. وبعدها سام بياخدها وبيروحوا البيت وبيوريها العرض اللي كانت امه بتقدمه زمان في البار. وليندا بتحس بحب سام ليها وبتتأكد انه حب حقيقي وبتخاف عليه. وبعدها سام بيخرج علشان يجيب الاكل، وليندا بتستغل ان سام مشى ومش موجود وطلبت روزي علشان تساعدها تسيب المكان وتروح البحر، لانها لو عاشت هنا سام هيموت. وهي بتقول الكلام ده بتكون بتعيط وكانت دموعها عبارة عن لؤلؤ من النوع الغالي. ولما بيرجع سام البيت بيلاقي الدكتورة مارلي ومش بيلاقي ليندا، وبسبب كده قلبه بيدق بسرعة رهيبة وجات له أزمة قلبية. والدكتورة مارلي بتاخده على المستشفى وتبدأ تعمل لهم تحاليل في معمل الأبحاث، وبدأت تعمل تجارب على ليندا. وكان في واحد من زمايلها رافض اللي هي بتعمله وبيقول لها إن ليندا من النوع الفريد وما ينفعش نقتلها مهما كانت الظروف، وبيحاول يمنعها من اللي هي بتعمله. وفي اليوم التالي ليندا بدأت تحس إنها مريضة، وسام بيكون حزين والألم اللي في قلبه بدأ يزيد وبدأ يحس إنه تعبان جدا، ولكنه بيقرر إنه ياخد ليندا ويرجعها البحر. وفي الوقت ده ليندا بتعترف له بحبها ليه، وبتقول له انها لو كانت تعرف من البدايه ان هو شخص كويس ما كانتش غنت قدامه. وبعدها سام بينجح انه ياخد ليندا البحر، لكن ما كانش قادر يقاوم انه يظهر حبه ليها. وبعدها ما بتنزل البحر سام بيجيله ازمه قلبيه. وفي الوقت ده بتكون الدكتوره مارلي ماشيه وراهم وبتراقبهم، وبتشوف سام بتفتكر جوزها الدكتور فيكتور وبتقرر انها تعالجه وتنقذه. بعد كده بنشوف سام وهو معاه اللؤلؤ اللي كانت بتنزله ليندا من عينيها وهي بتعيط، وبياخده وبيبيعه، وبفلوس اللؤلؤ ده بيشتري مركب كبير علشان يدور على حريات البحر، وبيكون مش خايف من اي عقوبات من اللي هيعمله. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة بإذن الله. واشوفكم على خير، سلام.